أهلا بكم وآخر أخبار سوق الانتقالات الصيفية لهذا اليوم السبت. نادي تشيلسي الإنجليزي يضم رسميا الدوري البرتغالي بيدرو نيتو لاعب نادي ولفرهامبتون وبعقد يمتد لستة مواسم. والدولي البرازيلي إيمرسون رويال ينضم رسميا إلى فريق اي سي ميلان الإيطالي قادما من توتنهام هوتسبيرز الإنجليزي. ونادي بايرن ميونخ الألماني يفتح أبواب الرحيل أمام الفرنسي كينغسلي كومان. وباريس سان جيرمان الفرنسي الأقرب لضم اللاعب. ودومينيك سولانكي هداف فريق بورنموث الإنجليزي ينتقل رسميا إلى فريق توتنهام هوتسبيرز وبعقد يمتد لستة مواسم. والفرنسي جان كلير توديبو ينضم رسميا إلى ويست هام يونايتد قادما من فريق نيس الفرنسي. ونادي ليفربول الإنجليزي يقترب من ضم الإسباني الدولي مارتن زوبامندي لاعب نادي ريال سوسيداد. والألماني دينيس أونداف ينتقل رسميا إلى نادي شتوتغارت الألماني قادما من برايتون ألبيون الإنجليزي. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.